السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قصة وحكاية. حكايتنا اليوم عن رحيل مفيد فوزي، الإعلامي المخضرم، الإعلامي والمحاور الجيد اللي كان بيخرج كل ما بداخل من يحاوره. مفيد فوزي اشتهر بذكائه وكمان جرأته وكمان تصريحاته اللي جابت له كتير من المشاكل. هنعرف النهاردة ايه اللي قاله عن الشيخ الشعراوي الله يرحمه وخلى ناس كتير تهاجم الراحل مفيد فوزي، وكمان ايه سبب وفاته. كل التفاصيل هنعرفها، بس الأول نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل ما نبتدي، دعوة من قلوبكم الصادقة بالرحمة والمغفرة لموتانا وموتى الأمة العربية إن شاء الله. مفيد فوزي رحل اليوم، وعرفنا ازاي الخبر. عرفناها عن طريق بنته حنان مفيد فوزي. كتبت وقالت ايه؟ كتبت وقالت: انا ابي سافر للسماء، ولكن في ناس علقت وقالت الله يرحمه وطلبت له الرحمة، وفي ناس قالت لا، ما يجوزش الرحمة عليه لأنه هو من ديانة غير الديانة الإسلامية. وفي ناس سخيفة شمتت فيه وقالت ايه؟ كتبت وقالت: هو سافر ازاي؟ هو سافر بطيارة ولا بقطر ولا ما كانش عنده مواصلات وطلع للسما على طول؟ بصراحة سخافة من الناس، ما بتقدرش حزن الناس مهما كان هو مسلم ولا مسيحي. هو في النهاية بني آدم، واحنا ما بنفرقش ما بين ده ولا ده. كلنا مصريين وكلنا اخوات وكلنا بنحب بعض وكلنا بنحب بعض، والحساب عند ربنا. ربنا اللي يحاسب إذا كنت أنت كويس ولا أنت وحش. البني آدمين ما بيحاسبوش بعض. باللي أنت كتبته ده يوضح شخصيتك ويوضح استهانك بمشاعر الناس. مفيد فوزي الأمراض كلها وصحته تدهورت من بعد وفاة زوجته أمال العمدة. بعد وفاة زوجته حس نفسه إنه فقد سنده وظهره ونصه التاني. هو كان على علاقة كويسة جدا بمراته وكان بيحبها قوي. من بعد ما مراته توفيت حس مفيد فوزي إن هو وحيد في الحياة. بدأ يشعر بألم في القلب وركب قسطرة وكمان عمل صمام قلب. وآخر حاجة حصلت لمفيد فوزي هو كسر في المفصل، وراح المستشفى وقعد فترة كبيرة في المستشفى. ولكن النهاية واحدة لكل إنسان، نهايتنا في الحياة كلنا واحدة. ربنا يا رب يغفر لنا ذنوبنا في دنيتنا وفي آخرتنا بإذن الله. تشييع جنازة الكاتب والصحفي مفيد فوزي هتكون من كنيسة المرعشلي بالزمالك، وهنقابلته إلهام شاهين وانهيار ميرفت أمين. ومفيد فوزي كان صديق قوي لمحمود سعد وعدد كتير من النجوم، منهم عمرو محمود ياسين، وكمان صديقه الحبيب والحميم كان ليه الراحل سمير صبري والكاتب الصحفي خالد منتصر. مفيد فوزي يا جماعة كان كاتب معروف بجرأته ومعروف بتصريحاته اللي ما يهموش حد، ما يهموش هيتهاجم ازاي ولا هيتهاجم من مين. اتهاجم كتير مفيد فوزي لما قال عن مين؟ عن الشيخ الشعراوي الله يرحمه. قال ان الشيخ الشعراوي هو مهد الطريق امام الجامعات ذات الفكر المتطرف لكي تنتشر في المجتمع المصري. الكلام ده ما عجبش ناس كتير لاني على الشيخ الشعراوي، واحنا عارفين كلنا قيمة الشيخ الشعراوي ايه عندنا كلنا. ربنا يا رب يرحمه ويا رب برحمته الواسعة يا رب. يا رب ان شاء الله ربنا يرحمنا دنيا واخرة ويرحم جميع الأمة العربية. أشكركم والسلام عليكم.